الله المستعان. حصل اليوم صدام بين باص من هذا الصغار الفكسي مع باص كبير عائد من العمرة فيه فوق 42 راكب. قدر الله عز وجل مات من أصحاب الفكسي 3 ومن أصحاب الباص الكبير 37 واحد. صلى الله أن يرحمهم ويتجاوز عنهم ويخلف بخير ويربط على قلوب الآباء والأزواج والأبناء والأمهات والجميع. هذا عدد والله ليس باليسير، لكن لله الحكمة وهو قدر الله. لكن أيضا هناك أسباب يجعلها الله شرعية وأسباب قدرية يتقى ويتلافى مثل هذه الحوادث. فمثلا يوفر للركاب المطارق التي تكسر بها النوافذ، وهكذا في حال السير تمنع من مثل هذه الأضواء الشديدة التي تبهر السائق وتعيق النظر منه، وهكذا تتوفر طفايات الحريق. لكن الله المستعان، هو تقدير من الله. قد قضى الله أن يموتوا هكذا، وعسى أن يكون خير قد رجعوا من عمره ختم لهم بخير والأعمال بالخواتيم. لكن قد أمر الله باتخاذ الأسباب، أسباب الوقاية من الشرور ومن العوارض، والله المستعان. يعني الخطوط مخربة والسيارات تسرع سرعة غير معتادة والأضواء مخالفة لما يتعين، ووسائل السلامة معدومة من الباصات، معدومة حتى في كثير من الطائرات في هذه البلاد. نسأل الله السلامة. عندهم قاعدة السلامة أولا تجد في أي بلد أي عمارة فيها خراطيم طفايات الحريق. الفنادق فيها حساس للحريق، حساس أول ما يحس بالحريق يأتي بالصفارة. وأيضا فيها المخارج عمارة كبيرة أو صغيرة فيها مخارج، ممنوع ما يكون فيها مخارج للطوارئ. ونحن مساكين ما زلنا في بعد عن ذلك. ربما تجد الواحد يبني عمارة طويلة عريضة ما فيها مخرج واحد وعاد سلم متر، وربما ينقص من هذا المتر. كيف يخرج الرجال وكيف تخرج النساء وكيف يطفى الحريق؟ لكن والله أننا في نعمة أن الله لطيف بعباده. الحرائق قليلة في اليمن، والحوادث أيضا قليلة مع وجودها، والله لطيف بعباده. هكذا النصيحة للسائقين أن يتقوا الله عز وجل في عدم السرعة المخالفة والمؤدية إلى التهور. وبعضهم ربما يكون مخزن خارج عن الاعتدال، وأسوأ من ذلك الذين يستخدمون الحبوب المنشطات، وربما شربوا الشارك والأبو قرون من هذه الأشياء، فيخرج أحدهم عن الاعتدال وفي عجلة من الأمر. نعوذ بالله من التردي، نعوذ بالله من الهدم، نعوذ بالله من الحريق، نعوذ بالله من سيء الأسقام وسيء الأمراض. ونسأل الله السلامة والعافية لنا ولجميع المسلمين. الحمد لله رب العالمين.